بيقول ده بيبقى بيتاجر بالمريض. يبقى دي الطريقه الصحيحه ان انت ممكن تتابع بيها جسمك. الثلاث حاجات دول مش الميزان. الموضوع هياخد معاه 6 شهور سنه، وممكن في ناس احيانا بتوصل معاها انها لازم تعمل عمليه. حابب بس اقول لكم حاجه قبل ما نبدا الفيديو عشان محدش يزعل مننا. ممكن الشخص ينزله في شهر وفي الاخر برضه ممكن يلجا ان هو لازم في الاخر ممكن يعمل عمليه. هيأثر جدا على شكل الجلد بتاعه، يعمله ترهلات. جلده ميه. الدكتور بيبقى عايز المريض ينزل على الميزان وخلاص، بغض النظر هو بيعمل ده لمصلحه المريض ولا ده. 30 كيلو في شهر واحد بس. الجيم بيثبت الميزان. ناس كتير رفيعه مثلا بس عندها بطن. انت لو طولك 160 سم انت محتاجه توصلي لحد ما تبقي وزنك 50 كيلو. مش حاجه اسمها الوزن المثالي. الهس بتاع الوزن المثالي. البي ام اي ده كان كلام قديم قوي. حابب النهارده اكلمكم عن اكتر هبدات سمعناها من دكاتره التغذيه، ومش انا اللي هتكلم في الموضوع النهارده، انا جايب لكم حد من اهل المجال يتكلم فيه. جايب لكم دكتور التغذيه هتعرفكم بنفسها. أنا دكتورة رضوى صلاح، أخصائية تغذية علاجية جامعة اسكندرية، حاصلة على البورد الأمريكي وتغذية ما بعد عمليات السمنة في مركز دكتور محمد هاني عاشور. أنا حسن رضوان، ولو فيديوهاتي بتعجبك يا ريت تشجعني إنك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس، وروح على قناة دكتور رضوى اعمل لها سبسكرايب ولايك وشير وفعل زر الجرس. يلا بينا نبدأ. حابب بس اقول لكم حاجه قبل ما نبدا الفيديو عشان محدش يزعل مننا، ان النهارده بنتكلم على جزء صغير من دكاتره التغذيه، الجزء اللي جالنا منهم حالات. مش بنتكلم على كل دكاتره التغذيه، طبعا في دكاتره كبار ومحترمين وفعلا بيأدوا خدمتهم كويس جدا، وفي دكاتره تانيين بيجوا لي انا شخصيا وبيجوا للدكتور رضوى بنسمع منهم حاجات ما ينفعش وملوش اي صله بالعلم تماما. فاحنا النهارده هنكلمكم على شويه امثله جات لي وجات للدكتور رضوى، ونشوف نرد عليها ازاي، ونشوف هل ده فعلا صحيح ولا هبد. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده، ويمكن دي من اكتر الحاجات اللي جات لي او شائعه يعني عند معظم دكاتره التغذيه، الهس بتاع الوزن المثالي. ان ناس كتير بتجيلي الجيم وناس كتير بتكلمني ان هي كانت جايه من عند دكتور تغذيه، وان الدكتور قايل لهم لو ولد انت لو طولك 170 سم محتاج انك تنزل في وزنك لحد ما تبقى 70 كيلو، او يعني 70 75 ساعات كمان 65. ولو بنت لا، انت لو طولك 160 سم انت محتاجه توصلي لحد ما تبقي وزنك 50 كيلو، وبيكونوا جايين مصدقين ده 180%. فانا دلوقتي حابب اسمع رايك كدكتوره تغذيه لو حد قال لك كلام سيء. طيب، الوزن المثالي زمان كان بيتحسب بحاجه اسمها معدل كتله الجسم، اللي هو البي ام اي بتاع الشخص، اللي هو الوزن بالكيلو على مربع الطول. لو كان تحت ال 18 يبقى ده اندر ويت، لو من 18 ل 25 يبقى تمام، فوق ال 25 يبقى بدايه سمنه، وهكذا. في الحقيقه ان البي ام اي ده كان كلام قديم قوي، لان هو بس بيعتمد على الرقم الوزن بتاعك، مش بيبقى الكلام دقيق تماما. بعد كده ظهر حاجة فكرة جهاز الانبادي اللي بيقسم بقى الوزن ده عبارة عن ايه، هل هو نسبة المية فيه قد ايه، الدهون قد ايه، العضلات، وهكذا. طبعا بقى دقيق شوية، بس هو برضو مش دقيق 100%، لان بيبقى فيه فاكتورز كتير قوي بتأثر على الاكيوريسي بتاعت الانبادي نفسه. طيب يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان الدكتور التغذيه او معظم دكاتره التغذيه بتكون راجعه اكتر ان الشخص اللي جاي لها ده ميزانه قد ايه وهو هيوصله لميزان قد ايه، عشان كده هو بيعتمد على البي ام اي، مش بيعتمد اكتر ان ميزانه ده عباره عن ايه، يعني مكون من دهون وميه وعضلات، فانا عايز ازود له العضلات وانقص له الدهون وهكذا. صح كده؟ الدكاتره الاولد سكول شويه بتعتمد بس على مجرد الميزان العادي. الدكاتره الاب تو ديت اكتر هي اللي بتعتمد على جهاز الانبادي، بتقيس الوزن نفسه عباره عن ميه ودهون وعضلات، بس برضو بيبقى فيه فاكتورز كتيره بتاثر على دقه الجهاز الانبادي ده، لان احيانا كتير ما بتطلعش النتائج بتاعته دقيقه 100%. طيب احنا المفروض بقى نعمل ايه؟ يعني لما بيجيلك حد محتاج ان هو ينزل في الميزان، يزيد في الميزان، ايا كان محتاج يغير حاجه في جسمه، المفروض ايه الحاجات اللي انت بتخليه يتابع نفسه بيها او يشوف ان هو فعلا عمل تقدم او لا؟ طيب، انا لما بيجي لي اي بيشنت ويقول لي عايزه المفروض اوصل للرقم الفلاني، بقول له ما تحطش عينك على رقم، بص دايما قدام المرايه، تابع مقاساتك، مقاسات هدومك، شكلك، وتوزيعة الدهون في جسمك.
مجرد ان انت ارتحت في شكلك قدام المرايه يبقى هو ده المفروض الرقم اللي انت تقف عليه. مفيش حاجه اسمها الوزن المثالي، في حاجه اسمها افضل وزن انا بكون عليه شكلا، توزيعة الدهون في جسمي مناسبه ليا عموما، بغض النظر عن الرقم ده، لان انت ممكن توصل للرقم اللي انت عايزه او بتارجته بس ستيل نسبه الدهون عندك في جسمك تبقى عاليه، او عندك مثلا سمنه موضعيه في مكان معين فستيل تبقى برضو مضايقاك. لان مثلا بتسمع ناس كتير رفيعه مثلا بس عندها بطن، ممكن تبقى اندر ويت كمان بس عندها بطن، فهي ما بتتقاس اصلا برقم. ما احنا مش آلة مجرد ما تطلع على الميزان هو الرقم ده اللي بتحدد التقدم بتاعي او البروجرس يعني اللي انا بعمله المفروض. لا، هي بيرجع اكتر للشكلي، شكلي العام عموما قد ايه، مقاساتي مظبوطه قد ايه. المراحل اللي اي مريض او اي شخص جاي حضرتك بيتابع بيها هم 3 حاجات. احنا قلنا الاول الصور بتاعته، ان هو يتابع صوره مثلا كل شهر ممكن يتصور صوره قبل وبعد بالظبط، ويتابع الصور اللي يشوف التغير فيه، هل التغير فعلا كويس وملحوظ ولا لا. تاني حاجه هو محتاج ارقام، ما يكونش رقم ميزان، يكون رقم مقاسات، يشوف مقاسات دراعه مثلا، وسطه، رجله، من الهدوم. يعني انا بثبت لهم مثلا يبقوا عندهم قطعه معينه من الهدوم تتلبس كل اسبوعين ويشوفوا شكلها عليهم عامله ازاي، قد ايه ابتدى يبقى يحصل وسع من البطن او الدراع او من الرجلين على حسب. تمام. وثالث حاجه ممكن يرجع لها بس دي تبقى نسبه قليله، ان هي الانبادي، يعمل بقى الانبادي ويشوف، بس ما ياخدش الانبادي اللي هو رقم واحد، لان هو كتير بيغلط، لان هو سنسورز في الاول وفي الاخر، فهو ممكن جدا ان هو يطلع ارقام صح جدا او غلط جدا، فاحنا مش عايزين نعتمد عليه كاساس، هو ممكن تبقى اخر حاجه بنعتمد عليها. يبقى دي الطريقه الصحيحه ان انت ممكن تتابع بيها جسمك. ال3 حاجات دول مش الميزان، الميزان مش مهم خالص. وانا هحط لكم ناس كانت معايا بتتمرن معايا في الجيم، جات لي وهي 85 كيلو، وبعد شهرين 3 ميزانهم بقى 85 كيلو برضه، سبحان الله، بس شكله اتغير 180 درجه. وده بيرجع اكتر ان انا خليته يزود كتله عضليه وينزل في الدهون من غير ما ميزانه يتاثر. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ان مش لازم الميزان يكون هو الهيسس بتاعك، خلي دايما اكتر شكلك هو الملحوظ. تاني هبدا هنتكلم عليها النهارده، وبعض دكاتره التغذيه بتقولها، طبعا مش كل الدكاتره، بينصحوا دايما الناس ان لو انت بتخس في ميزانك ما تحاولش تروح الجيم، عشان الجيم بيثبت الميزان. ولو هتروح، وده طبعا جزء كمان قليل منهم جدا، ولو هتروح الجيم تبقى ماشي بس، او ممكن تمشي في الشارع. يعني بينصحوا من الاخر ان هو ما يعملش اي تمارين مقاومه، عشان هو بيقول ان دي بتثبت الميزان. ايه رايك في الكلام ده؟ للاسف في بعض دكاتره التغذيه بترجح ان انت تخس عن طريق الدايت بلان وبعد كده تبتدي تعمل رياضه. في الحقيقه ده كلام غلط تماما. الدكاتره التغذيه بعضهم طبعا اللي بيقول ده بيبقى بيتاجر بالمريض، بيعمل ده لمصلحته الشخصيه، فكره ان عشان هو لما بيتمرن البيشنت عموما بايا كان ايه شكل الرياضه اللي هو بيعملها ويزيد كتله عضليه، فطبعا ده ممكن يثبته على الميزان، بالعكس ممكن يزوده على الميزان. الدكتور بيبقى عايز المريض ينزل على الميزان وخلاص، بغض النظر هو بيعمل ده لمصلحه المريض ولا لا، لسبب معين انه هو عايزه يفرح بس نزول الرقم على الميزان بس. في الحقيقه ده كلام غير علمي تماما، لان لو المريض ابتدى يمشي على دايت بلان من غير ما يعمل اي مجهود رياضي ويتمرن في الجيم تمارين مقاومه وتمارين كارديو، ده هيأثر جدا على شكل الجلد بتاعه، يعمله ترهلات. هينزل طبعا على الميزان ده اكيد، بس هيعمله ترهلات كتير، الجلد بتاعه هيبقى لوس كده وهيبقى مضايقه اكتر. ولو هو كان بيتمرن من الاول كان مثلا الجلد ممكن يتعالج في خلال مثلا 3 شهور، لكن لو خس كمل رحلة الخسسان بتاعته وبعد كده ابتدى يروح الجيم، الموضوع هياخد معاه 6 شهور، سنة، وممكن في ناس احيانا بتوصل معاها انها لازم تعمل عملية، لان الالاستيسيتي بتاعت الجلد نفسها خلاص باظت، ما بيقعد مده طويله قوي على ما يحصل هيلينج ويبتدي الجلد تاني يرجع للشيب بتاعه. فدي بتبقى المتاجره اكتر من الدكاتره اللي هو عايز يفرحك بس برقم الميزان، بغض النظر بقى ده حاجه كويسه ليك ولا لا. طب انا ممكن يا دكتور انزل في الميزان زي ما الدكتور بيقول لي، وبعد كده استخدم الكريمات اللي موجوده اللي بتشد الجلد، ايه رايك؟ الكريمات والحاجات دي لا، يعني تقريبا تأثيرها يكاد يكون، مش عايزة ابقى مبالغة، بس تقريبا تأثيرها
يكاد يكون 0%. الرياضة وتمارين المقاومة هي الأساس. في جلسات طبعا بتبتدي تعمل على شكل الجسم ده أكيد، بس لا بتبقى بمساعدة الجيم عشان أحسن مثلا منطقة معينة جيناتي فيها وحشة ما بتتحسنش بطريقة سريعة وأنا عايز جسمي كله يتظبط في نفس التوقيت. لكن مفيش أي حاجة تغني عن التمارين بتاعت المقاومة أو إنك تروح الجيم. أنا في فعلا حالة جات لي الجيم جاية من عند دكتور تغذية. الشخص ده كان نازل 30 كيلو في شهر، 30 كيلو في شهر واحد بس. فطبعا هو كان جاي الجيم جلده ميه، يعني هو تمسك الجلد مفيش، يعني من كتر ما هو مفيش حاجه تحتيه الجلد فعلا بقى بيتحرك بطريقه يعني خزعبليه، بينزل فات وماصل وكل حاجه، بينزل كل حاجه. بالظبط يعني كاد يكون الدكتور اصلا ما كانش بياكله الشهر ده، قال له لا يعني انت ما تاكلش حاجه خالص عشان ننزل في اسرع وقت. طبعا يعني هو جاي فرحان ان هو نزل 30 كيلو، بس هو جاي الجيم عايز يشوف حل للجلد ده. فطبعا بدات اشتغل عليه وبدا فعلا يجيب معايا نتيجه. بس برده زي ما دكتوره رضوى قالت ان هو الموضوع بياخد وقت طويل جدا 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 جدا، وفي الاخر برده ممكن يلجا ان هو لازم في الاخر ممكن يعمل عمليه عشان بقى سواء يقص الجلد الزياده. ايه انسب ميزان ممكن الشخص ينزله في شهر عشان نقول ان هو كده خس بطريقه صحيه من غير ما جلده يتحصن؟ طيب احنا بنتكلم مثلا الشهر الاولاني من الدايت او تنظيم الوجبات، يعني ممكن الشخص ينزل من 8 ل 15 كيلو الماكسيموم، ما نحاولش نزيد عن ال 15 كيلو. طبعا بتختلف من راجل لست والنشاط بتاعه وعمره وكل حاجه. ميزانه عالي جدا عشان ينزل رقم زي ده. يعني اكتر ال 15 والحاجات دي مع الاوزان الكبيره تمام. لكن بنتكلم مثلا من 8 ل 10 كيلو في معظم السيدات. طبعا بتختلف من شخص للتاني على حسب عوامل كتير. بس من بعد الشهر الاولاني، بعد ما خلاص الجسم يفقد الميه الزياده اللي في جسمه ويبتدي يفقد طبعا معاه شويه دهون بس بسيطه، لكن بيبتدي التحول الفعلي من بعد الشهر الاولاني. في الشهر الثاني من 3 ل 4 كيلو تقريبا في الشهر، وده رقم كبير جدا. 3 4 كيلو على الميزان، بس ده ممكن ينقله شخص يلبس مثلا من مقاسات من اكس لارج لارج، لان 3 4 كيلو ونشوف طبعا ان هي تكون معظمها دهون، ده رقم خزعبلي ويدي الشخص بالبلدي كده يحس ان هو كش جامد يعني. طيب عشان نقفل بقى الجزئيه دي، المفروض بقى الشخص اللي بادئ ان هو ينزل في الميزان ده المفروض يعمل ايه؟ يعني هل يروح الجيم يتمرن حديد بس، يتمرن كارديو بس، يعني يتمرن ايه بالظبط مع الدايت اللي هو ماشي عليه عشان ياخد احسن نتيجه؟ يتمرن نوعين من التمارين، تمارين المقاومة، الحديد اللي بتشتغل أكتر على شكل الجلد، بناء العضلات والكتلة العضلية بتاعته، وبالتالي هتزود له كمان معدل الحرق بتاعه. والنوع التاني هي تمارين الكارديو، أي حاجة فيها تعلية ضربات القلب، سواء بقى كان نط حبل، تريد ميل، عجلة، أي كان حاجة بتشتغل بس على ضربات القلب. دي اللي بتشتغل على الدهون ماشي في الوقت ده، لكن لازم الاتنين مع بعض، حاجة بتشتغل على الفات وحاجه تثبت لي العضلات او ما كانش طبعا تزودها لي. انت دلوقتي جسمك مكون من ايه؟ جلد، تحتيه فيه ميه ودهون، بعد كده عضلات، بعد كده العظم. انا دلوقتي لو انا بنزل في الميزان نزلت شويه من الدهون شويه من الميه والعضلات ما اهتمتش بيها تنزل ولا لا، فبالتالي هتنزل برضو شويه. يعني انا الثلاث حاجات اللي تحت الجلد انا نزلتهم. طب هو الجلد هيتشد على ايه؟ مش دي حاجه المفروض نفكر فيها؟ لو الجلد ما تشدش هيريح زي ما قلنا قبل كده. طيب عشان بقى انا اشده انا محتاج اعمل بالانس في قصه زي دي، بس انا ما قداميش غير اوبشن واحد بس ان انا اعرف ازوده. اكيد مش هزود دهون واكيد مش هزود ميه تحت الجلد، يبقى انا الاوبشن الوحيد اللي قدامي ان انا ازود الكتله العضليه. فانا دلوقتي هنزل الدهون وهنزل الميه اللي تحت الجلد وهزود الكتله العضليه، فبالتالي الجلد هيلاقي حاجه تشده، فبرده شكله هيكون كويس ومظهر، ومش هحتاج بعد كده قدام ان انا اعمل اي حاجه فيه. في الاخر بقى كده هناخدكم شويه هبدات صغيره رفيعه كده، يعني هبدات كنت بسمعها برضه من الناس كانت بتجيلي جايه من عند دكاتره التغذيه، طبعا جزء صغير منهم سواء الهبدات دي انا سمعتها او سواء دكتور رضا سمعتها، فهنقول كده شويه الهبدات دي ونشوف برضه دكتور فيها. في ناس كتير مش فاهمين في التغذيه بس بيعرف يمرن كويس. هو انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اكل سوداني في الدايت. الله ايه ده انت خسيت في الاسبوع ده 4-5 كيلو. هل اصلا رحت دكتور تغذيه ولا ما رحتش؟ اتفضل ده الدايت اللي هتمشي عليه. طب العشاء فاكهه البطاطا ده طخن البطاطا دي بالظبط، ده كارب هتقدر تكون صحيه. انا الجمله دي بسمعها وبتستفزني جدا. معانا وناكل منه كميات كتيره، اصل هو يعني حاجه خفيفه كده سناك. الميه من الكتل بتثبت الميزان، يعني سمعت كلام عن تثبيت الميزان ده. موت نفسك تمرين وتموت نفسك في الدايت وما تاكلش اي حاجه، فعشان نقرب لهم خالص عشان دول بيثبتوا الميزان. انت ليك في اليوم 1000 سعر حقيقي
ايا كان بقى الف سعر حاجه جايه من ايه، اي حاجه فيها سكر هي ده كارب. السكر الابيض نفس سعرات العسل بالظبط. اول ما تجوع كل فاكهه براحتك. انا جوعت ان شاء الله تاكل في اليوم كيلو فاكهه. يا رب نكون قدرنا نفيدكم. انا حسن رضوان، وانا رضوى صلاح. لو عجبك الفيديو يا ريت تشجعنا انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وقناه الدكتوره رضوى، واحلى مسا عليك يا دبابه. مع الدكتوره رضوى تكلمي كده عشان نشوف صوت حاجه. ايوه قولي جمله. ايوه انت ماسكه المايك في 1 2 3 4. يا اما قولي جمله. قولي اي جمله اللي قدامك مثل جوه. مثالي اعتقد بقى ماشي كده كويس. مش عارفه اقول حاجه. بس هنعمل حاجه كده لطيفه. خلاص ماشي يعني اقعد بقى واحنا بنقول التغذيه تقولينا عن بعض الانسان. اسكت يا كم يا حبيبي. حلو كده ولا ماشي. يا عدو انت مثال. هنتكلم. انا عرفت انت بتتعب في الفيديو ليه؟ عشان الهبل اللي بيحصل في النص ده. انا اسف ماشي. حابب النهارده اكلمكم عن اكتر هبلات. انا ما اتكلمتش. النهارده معانا دكتوره رضوى. انا اتخنقت. هي بس بقت داخله والله العظيم داخله كده الموضوع بيجري على هون. انا شايف ان الفيديو ده فرح. نبتدي من اول دي. واحنا ابتدينا اصلا. انت شويه. حاضر. ايه فين وافتحوا تاني بقى؟ ايه ده في الزباله؟ جايب لكم دكتور التغذيه هتعرفكم بنفسها. لا عرفيهم. ماشي. خلص بقى. يلا بينا نبدا. ماشي. 180%. فانا دلوقتي بحاجه اسمها البي ام اي اللي هو معدل كتله الجسم. يعني يا دكتور دلوقتي احنا بنتكلم ان انا مش فاهمه الحته الاخيره اللي انت قلتها والله. ليه شو ايه؟ لا دي حاجه كده. كلام كتير. لا كلام كتير. بس يا عم سوشي يابا استنى يا سوشي. استاذ سوشي عايز يطلع سنه. ماليش عاطفي كتير. ماشي. طيب يعني احنا دلوقتي يا دكتور احنا بنتكلم حلو دكتور. لا بنتكلم خلاص ما بقفوش. الجيم والتمرين بيثبت الميزان، ده كلام الدكتور. او لو في بعض من الدكاتره التانيين معلش ثانيه، هو ده ايمان مش عارف. لا في اسويه مش القط. لو انا عارفه الكلام بس مش عارفه اقوله. مالك؟ عادي. ضوافري او صحيح مش شايفه بس انت حاسه مخضوضه لا؟ صح؟ يلا يا حبيبتي شويه. الله وانا مالي يا لمبي. عايزه يا سوشي. هي دي برضه بتبقى ثقافه. بس انتوا بنخلص الفيديو هنفهم وخلاص. خلاص انا هيعمل كده. خلاص ولا محشي يا حسن. ماشي خلاص احنا هنقفل الفيديو. عايزه في حاجه تانية عايزه؟ لا. حاجات في النهايه؟ لا ماشي كده كده هنسى هنشيله عشان بعيد. بس ماشي.